طيب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفيديو الثامن واليوم الثامن حبيت ان انا اوريكم المنظر الاول. النهارده الموضوع عن التأمين الصحي اللي هو التأمين الحكومة والخاص والشركات بتاعته، المقارنات بين الشركات والحاجات دي. بس قبل ما ابتدي، شايفين المنظر؟ هحاول ان شاء الله اظبطها في المونتاج ان هي تطلع كما تراه عيني، او على الاقل بنسبه قريبه او مماثله شويه او قريبه شويه مما تراه عيني، لان سبحان الله بجد الطبيعه هنا خطيره خطيره خطيره. يعني انا امي وهي بتشوف الفيديو ده غالبا هتبقى مبسوطه جدا، لان هي بتحب ان هي تبقى الخلفيات ورايا شكلها حلو. دي كانت اول حاجه عايز اقولها. تاني حاجه عايز اقولها ان وصلنا الحمد لله ل 10000 سبسكرايبر. انا بدات من 9 شهور تقريبا، كل اسبوع بنزل فيديو على الاقل. في اسابيع نزلت فيها فيديوهين او ثلاثه، الفتره اللي فاتت انا بنزل كل يوم فيديو، ودي حاجه عمري ما كنت ان انا اقدر اتخيلها، اللي هو في خلال 9 شهور اوصل ل 10000 بني ادم. سبحان الله يعني بجد. فالحمد لله وشكرا جزيلا لكل واحد فيكم متابعني من الاول وبيكتب لي كومنتات وبيشارك معايا كل الحاجات الحلوه وبينصحني وبيدعي لي وكل الكلام ده. انا مقدر جدا جدا للكلام ده كله، فشكرا جزيلا. الحمد لله يعني. تاني حاجه ولا ثالث حاجه حابب اقولها، هو ان بما ان المدينه دي حلوه جدا، وبما ان مدينه ماربورج هي اول مدينه جيت عليها في المانيا، وهي المدينه اللي اتعرفت فيها على اصحابي، وهي من اقرب المدن الى قلبي، فان شاء الله الاسبوع الجاي هنزل فيديو مخصوص ليها هي. بس دي تقريبا كل الحاجات اللي حبيت اقولها. يلا بقى نبدا في موضوع النهارده. موضوع النهارده زي ما قلت التامين الصحي، فعايز اتكلم عن التامين الحكومه والتامين الخاص. اول حاجه التامين الحكومي. التامين العام ده اسمه gesetzliche Krankenversicherung. gesetzlich اللي هو الحكومي او العام ده، وكرانكن من المرض او مرضى او ايا كان، وفيزيشرونج تامين. الثاني اسمه بريفات كرانكن فيزيشرونج، يعني واحد كده واحد كده، واحد جازاتسليش وواحد بريفات. التامين الحكومه ليه؟ يعني التامين عموما حاجه بالنسبه لي بكرهها وبحبها في نفس الوقت. ليه بحبها لان انت بتغطيك لو انت حصل لك حاجه، لو تعبت، لو محتاج تروح دكتور، اي حاجه من الحاجات دي. وبكرهها لان الواحد وهو صغير وشاب ولسه جسمه فيه حيل وفيه صحه الحمد لله وكل الكلام ده مش بتحتاجه، بس بتدفع رقم كبير الى حد ما شهريا من الفلوس، خاصه لو انت طالب. والاسعار دي او سعر التامين ده شهريا او كل سنه بيزيد، يعني كل سنه هو بيزيد عشان الاقتصاد، مش عشان هو ده الطبيعي، بس هو بيزيد عشان الاقتصاد. فايه يعني بحبها الى حد ما وبكرهها. وهتلاقي ناس في الكومنتات تقول لك انتوا دول عالم ثالث، انتوا بهايم اساسا ما بتفهموش ولا بيطمر فيكم. انا متوقع دلوقتي حد يجي يدافع بشراسه عن النظام الالماني والتامين الصحي وكل الكلام من ده، بس هو كده كده ما فيش منه مهرب. ليه انا بعمل تامين صحي؟ انت لا هيطلع لك فيزا، ولا هيطلع لك اقامه، ولا هتعرف تدرس، ولا هتعرف تشتغل، ولا هتعرف تعمل اي حاجه من غير ما يبقى انت عندك تامين صحي. في المانيا قانونا فرضاه على كل الناس ان هم يبقى عندهم تامين صحي، سواء حكومه او العام او الخاص. طيب خلونا نقارن ايه الحكومه، ايه العام ده قصدي، او ايه الخاص ومش عارف ايه. اول حاجه العام عندك شركات زي التيكا، زي الاوكا، زي برمر، زي داك، وفي شركات تانية غيرهم. الشركات الخاصه عندك حاجه زي مافيستا، اليانس، هانزا ميركور او دابيكا. فهو دي في شركات ودي ليها شركات. الحاجه اللي بعدها، مين لازم يعمل التامين ده؟ او انا بختار على اساس ايه؟ بخش العام او الخاص على اساس ايه؟ في كم معيار. لو انت فوق سن ال 30 ولسه طالب لسه بتدرس لازم تعمل الخاص. لو انت بتعمل سنه تحضيريه او لغه، على وقتي لما كنت بعمل سنه تحضيريه كنا مع مافيستا، كنت مع الخاص، ما كانش ينفع ان انا اعمل مع العام ده او الحكومي ده، تمام. لكن لو انت بتدرس في جامعه تحت سن ال 30، يعني بكالوريوس ماستر ايا كان، ولسه تحت سن ال 30، بتعمل العام. النقطه اللي بعدها، طب لو انا بشتغل، لو انت بتشتغل الحكومه او العام ده، انا محتاج ان انا ارسل على كلمه هقول العام. العام ده هو من الحكومه، لان الحكومه انا بقول حكومه عشان هي اللي بتدعمه يعني، او هي الشركات حكوميه اللي ماسكه التامين ده يعني، بس هو تامين عام يعتبر. انا هقول العام. فالتامين العام لو انت بتشتغل بياخد نسبه على حسب المرتب، يعني في نسبه من المرتب تقريبا بتبقى 14% او 15%. فممكن تقول ان في الشهر بتبقى بتدفع تامين 800 يورو او 900 يورو، نصهم بتدفعهم الشركه والنص الثاني انت. فانت ممكن تكون بتدفع في الشهر 200 250 يورو كواحد موظف، كواحد بيشتغل. ده مش سعر الطلاب. السعر للطلاب بيبقى من 130 ل 150 على حسب الشركه. انا بيتهيألي دلوقتي بدفع 140 او 150 يورو في الشهر للتامين بتاعي، وانا حاليا مع تيكا. ده مش اعلان لتيكا، بس انا هقول لكم دلوقتي الفرق بين الحاجات. هختار على اساس ايه الشركه اللي انا بختارها لو هي عام ما بيبقاش فيه فرق قوي، لان برضو القانون الالماني فارض عليهم معايير معينه، لازم يكونوا بيعملوا حاجات معينه. فالكشوفات عند الدكاتره، لو في عمليه، لو في سرير في المستشفى، لو عايز تعمل حاجات لسنانك زيها ما شاء الله، لو عايز تعمل حشوات لسنانك زي حشو بسيط، او تعمل كشف نظر بسيط، او الحاجات دي كلها بتقدر ان انت تعملها مع التأمين العام. وده كله بيبقى متغطي. في ادويه معينه ما بتبقاش متغطيه، ممكن تبقى بتتغطى بالنص، يعني انت بتدفع نص ثمن الدواء والنص التاني بيبقى من التأمين. حاجات كده وحاجات كده. حاجات اكتر
يعني عمليات تجميليه، العلاج البديل اللي هو بالنباتات او مش عارف ايه والحجامه والكلام من ده ما بيبقاش في العادي بيتغطى. حاجات تانية زي العيون والنضارات دي برضو ما بتبقاش متشاله في العام. يعني انا نضاراتي والكشف والبتاع والكلام من ده كله دفعته انا من جيبي، يعني ما عملتش اي حاجه. لكن مثلا لو سنتي اتكسرت، لو عايز اعمل حشو بسيط، الحاجات دي بيغطيها العام، وحشو بسيط بمواد بسيطه. لو عايز تستخدم السيراميك ده ولا ايا كان، او تعمل الكراون او تعمل اي حشوه لضرس او اي حاجه من الحاجات دي، ده مش بتتغطى، وبيبقى ليها زي تامينات مختلفه، تامين اسنان مختلف عن التامين الحكومي اللي هو العام اللي بيشمل كل حاجه. وان شاء الله التامينات التانية هبقى بتكلم عنها في فيديو تاني لوحدها، لان برضو الموضوع ممكن يطول شرحه. الخاص بيبقى اكتر من كده، الخاص بيقدم لك اكتر من كده، بيبقى عاده بيشيل برضو النضارات والعيون، عاده بيشيل مواد اغلى او عمليات مكلفه اكتر في الاسنان او اي حاجه من الحاجات دي. انت بتبقى دايما عندك في العام الحاجات البسيطه. حتى في العام لما تيجي تروح للهاوس ارتست اللي هو انت عندك الدكتور اللي بيبقى طبيبك الخاص، لان انت في كل مدينه بيبقى عندك طبيب خاص، بتروح العياده اول مره بتسجل عنده، هو اسمه هاوس ارتست، بتسجل عنده، بيعرف كل اسمك، بيعرف تاريخك الطبي، كل الكلام من ده، وبتفضل عنده في العادي لو انت في نفس المدينه. لو نقلت من المدينه بتروح لهاوس ارتست مختلف، وبينقل من ده لده كل المعلومات كذا كذا. يعني بتقول انا كان عندي ده القديم وده الجديد، فبرضه تاريخك الصحي او تاريخك الطبي بيتنقل من هنا لهنا. فان انت تاخد ميعاد عند واحد هاوس ارتست لحد ما تتسجل ممكن ياخد وقت. لو حد تاني ممكن يسالك تقول له انا تعبان، انا عايز مثلا واحد اخصائي في حاجه معينه، في عظام، في مخ، في اعصاب، في ايا كان، الموضوع ممكن يطول بالشهور. يعني انا ممكن يقولوا لي انت دلوقتي عايز تحجز ميعاد عشان انت تعبان دلوقتي، تعال لنا كمان 3 شهور، كمان 4 شهور. يعني انا ممكن اكون ميت عادي جدا، ما حصلش اي حاجه، ممكن اكون برفرف سلام عليكم. يعني انا دلوقتي مش تعبان، المفروض ان انا احجز للمرض اللي هيجي لي في المستقبل لا قدر الله كمان 3 4 شهور، عشان لما يجي لي المرض كمان 3 4 شهور اروح للدكتور. غير كده بجد، وده مش كلامي، اللي مش مصدقني يسال اي حد، هو ده النظام والله في المانيا. لو انت مع العام ده انت بتحجز الاخصائيين والاشعاعات والحاجات كده اللي هتبقى مكلفه زياده عن اللزوم شويه، بتحجز لها ان ادفانس بشهور. الخاص مش كده، الخاص انت بتروح تك تك تك، يلا اوام اقلب، يلا بينا روح الدكتور اكشف مش عارف ايه، اعمل العمل، عيش حياتك. الخاص مختلف جدا جدا عن العام، واي حد مش مصدقني ممكن يروح يشوف، يسال ناس تانية عايشه في المانيا مرت بالتجربه. انا مره رحت للدكتور، وعارف انت الدكتور في الجامعه لما انت تبقى قاعد في المحاضره وبتاع، انا مره كنت في المانيا في التسعينات سنه 73 خريف صيف مش عارف مين، وكنت مع الدكتوره هاله سعيد فانا المهم يعني القصه سريعه. النهارده انا مودي رايق الحمد لله، النهارده جمعه مباركه عليكم يا اخواتي، والطبيعه وال10000، فمعلش سامحوني استفيض شويه في الكلام. رحت الدكتور عشان انا عندي مشكله في اللحميه، تمام؟ انا ما عنديش حساسيه من اي حاجه الحمد لله، بس عندي مشكله في اللحميه، فدايما بخن كده، او ممكن يجي لي ضيق تنفس في اوقات معينه، تمام؟ فرحت للدكتور عشان المشكله دي، وقلت له انا عندي المشكله الفلانيه 1 2 3، وده ما كانش اول دكتور اروحه، بس هو اللي قال لي الرد اللي فقلت له عندي مشكله 1 2 3. كان رده ايه؟ تخيلوا ممكن يرد عليا من كل الردود اللي في الدنيا، يرد عليا يقول لي ايه؟ قال لي وانا كمان. طيب تعالى انا وانت نروح دكتور تالت يعالجنا انا وانت، عشان احنا الاثنين عندنا نفس المشكله. انت بتهزر معايا يا صاحبي؟ يعني انت مثلا انا جاي دكتور يكشف عليا يقول لي حلل المشكله اللي عندي، بيقول لي وانا كمان والله ما بتعرفش تنام؟ انا كمان برضه بالليل ساعات ما بيجي لي ارق، ما بعرفش انام انا كمان، فايه يعني ربنا يشفيك ان شاء الله. طب انا جاي لك اعمل اهبب ايه انا لو انت هتيجي تقول لي ربنا يشفيك يا صاحبي؟ ما تفهمش والله، فعلا ما تفهمش. فهي ساعات بيبقى في غباوه كده في النظام وفي السيستم، وان انت تاخد ميعاد ومش عارف. نخش للخاص، انا قلت لكم ان هو بيبقى جزء من المرتب بتاعك، وممكن تكون بتدفع 200 250 في الشهر لو انت بتشتغل، تمام؟ ولو انت طالب بيبقى 130 140، وكل سنه بتزيد. يعني انا اول لما جيت المانيا كنت بدفع تقريبا 100 بس، او بدفع 90 يورو في الشهر، تخيلوا دلوقتي زاد بقى كام. فعشان كده انا ما بحبوش عشان لو انت مش خاص بيستهينوا بيك قوي وبيستهتروا قوي، حتى لو انت عندك حاجه خطيره. ما بحبوش عشان لو انت طالب زي ما بقول ممكن تكون بتدفع رقم كبير، 150 يورو في الشهر، ده فعلا رقم كبير. يعني ده ممكن لو زودت عليه 50 يورو كمان، ده اكلك في الشهر، اكلك واكل شرب لحمه وعصاير وحلويات، وبتاكل بره ممكن في اوقات كتير. فاهمين قصدي؟ ف 150 مش رقم يستهان بيه، خاصه برضو زي ما بقول لو الواحد ما بيستخدمهمش، ولو الواحد ما بيتعبش كتير، لسه شاب، انا لسه صغير ما بتعبش كتير، لو جالي حاجه بتبقى برد في اغلب الاحوال يعني. بس ممكن على الصعيد الاخر بتقول لو حصل لك حاجه لا قدر الله حادثه ولا بتاع، العمليات بتتغطى
بتبقى قاعد في المستشفى، لو دخلت النوت اوف نعمه، لو دخلت الطوارئ برضو الحاجات دي بتبقى متغطيه بالكامل. فيعني كده وكده انت في الحكومي ده او العام ده بتبقى قادر ان انت لو متجوز يبقى معاك اهلك. يعني انا مثلا دلوقتي متجوز ومعايا عيلين او 3 عيال او ايا كان، ببقى بدفع ال 240 250 في الشهر ليا وليهم. هم بيبقوا على اسمي، مراتي بتبقى على اسمي، ولادي بيبقوا على اسمي، فما بضطرش ادفع لهم هم كمان. فمن المنظور البعيد شويه لو انت متجوز الموضوع بيوفر لك اكتر شويه. وغير كده ان الشركه بتدفع النص، يعني انت لو انت شغال الشركه بتدفع نص الثمن ده، مش بتدفعه انت كله لوحدك. بالنسبه للخاص لا، بالنسبه للخاص كل واحد، يعني انا متجوز هي كمان ليها تامين خاص، لو عيالي هم كمان ليهم التامين الخاص بتاعهم. بس زي ما بقول دكاتره اسرع ومعامله احسن والكلام ده، الموضوع بيبقى اسهل والطف. طيب مين خاص ده وانا مش طالب؟ الناس اللي بتبقى بتاخد اكتر من 70,000 في السنه، او ده على الاقل اللي لقيته اونلاين، بتاخد اكتر من 70,000 في السنه بروتو، اللي هو الكامل قبل الضرايب وقبل الخصم والحاجات دي، بيبقوا يقدروا ان هم يقدروا مش لازم بس يقدروا يعملوا الخاص ده. او برضو الفريلانسرز، الفريلانسر اللي بيشتغل شغل حر او اعمال حره، يقدر ان هو يختار براحته يا اما حكومي او العام يا اما الخاص. اخر حاجه حابب اقولها ان في نصين، يعني النص الاولاني ساعات بتبقى عيان عشان انت مثلا عندك شغل او عندك امتحان او وما بتبقاش قادر تروح لان انت تعبان، تقدر تروح لدكتور تاخد حاجه اسمها اتست ان انا او الدكتور بيعترف ان انت كنت عيان اخر فتره، ممكن الفتره دي تكون 3 ايام، يوم واحد، اسبوع، على حسب المرض بتاعك. عشان في اوقات كتير قوي الواحد ما بيبقاش قادر ان هو يروح الامتحان او اي حاجه من الحاجات دي، او يروح للشغل، فبيحتاج ان هو يوريهم الاتست ده عشان ما يتحسبش عليه انها فيل فزوخ او محاوله فاشله، يعني او ان الشغل يتخصم من مرتبك. النص الثاني ان انت لما تروح لدكتور بتحتاج، الشمس بدات تبقى عليا قوي، بتحتاج او ممكن يجي لك 4 انواع من الروشتات. ممكن يجي لك روشته، شايفين البنش اللي ورايا والعجله، البنش حتى البنش ملون، جميله مره. ممكن يجي لك 4 انواع من الروشتات، روشته لونها بامبي دي بتبقى الحكومه، وروشته زرقاء للخاص، وبيبقى في عندك روشته صفراء وروشته خضراء. ايه الحاجات دي؟ البامبي دي بتبقى الحكومي زي ما قلت، وبتشمل حاجات كتير، وممكن بيبقى في اوقات يعني بتشمل ادويه كتير لما انت تروح تاخدها من الصيدليه، وفي اوقات ممكن تضطر ان انت تدفع جزء منها، يعني جزء من ثمن الروشته او جزء من ثمن الدواء. الزرقاء بتبقى اللي هو الخاص، بتدفع انت بالكامل في الصيدليه ثمن العلاج، وبعد كده بتكلم التأمين والتأمين بيرجع لك فلوسك. الخضراء بتبقى حاجات اوبشنال، او الحاجات الطبيعية او النباتية، اللي هو البديل النباتي او العلاج النباتي او اي حاجة من الحاجات دي، او مثلا ممكن تبقى مسكنات بسيطة، حاجات للمعدة، مش عارف ايه، بتبقى حاجات بسيطة. الاخضر ده بيبقى اوبشنال، يعني مش شرط، مش لازم. واخر حاجة الاصفر ده بيبقى الادوية التقيلة او المخدرات، تمام، وده بيبقى عندك 7 ايام، يعني لما تجيلك الروشتة معاك 7 ايام بالظبط ان انت تصرفه. الباقيين الازرق ده مثلا 3 شهور، والاخضر بيبقى مفتوح عادي جدا لان هو حاجه كده كده ممكن تجيبها في اي وقت، والبامبي ده بيبقى معاك 28 يوم من ساعه ما انت خدت روشته، تقدر تصرفه في خلال 28 يوم. تمام، انا كده قلت لكم ولخصت لكم كل حاجه. اخر حاجه حابب اقولها، ان شاء الله كل شويه عمال بقول اخر حاجه، معلش. طب ايه الفرق بين الشركات وبين بعضيها؟ انت قلت لنا مثلا في تيكا وكا ومش عارف ايه، بس انت مع التيكا، ايه الفرق؟ الفرق ان هو انا زي ما قلت في قانون الماني لازم تكون بتغطي حاجات معينه، يعني الشركات دي مجبره ان هي تكون بتغطي حاجات معينه، مش مثلا ده بيغطي اسنان وده ما بيغطيش او ده، لا. الفكره بتبقى في الرفاهيات شويه، يعني ايه؟ الابلكيشن بتاع ده شكله احسن. الفرق بين ده وبين ده في التامين في الشهر ممكن يبقى 5 يورو. خدمه العملاء بتاع دول احسن او بيتكلموا انجليزي. اللي كان بيوفر، وده مش اعلان يعني، بس اللي كان بيوفر احسن خدمه للعملاء وبالانجليزي والابلكيشن بتاعهم ممتاز وكذا حاجه وخدمه ديجيتال وكل الكلام ده، كانت تيكا اللي هم انا معاهم دلوقتي. معلش على الصوره، شايفين الصوره عامله ازاي؟ صوره واحد مسجل خطر. كانت مشكله طبعا، بس زي ما بقول لكم ده شكل الكارت بس. ده كان الفيديو بتاع النهارده، ان شاء الله تكونوا انبسطتوا بالمنظر وانبسطتوا معايا بالفيديو واستفدتوا واتعلمتوا حاجه جديده، حتى منكم اللي هنا بقاله فتره، لان قصه الوان الروشتات دي مش شرط ان الواحد يكون عارفها. واشوفكم ان شاء الله بكره تاني في الفيديو اللي جاي. السلام عليكم.